السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام. ما تنسوش بقى تشجيعكم اللي اتعودنا عليه. بطلنا في الحب ما كانش بيدور على المجد ولا حتى كان مستني شكر، هو ضحى في صمت وما تكلمش عشان هي تعيش. يمكن محدش عارف اللي عمله، بس في لحظة القرار كان هو البطل اللي اختار يختفي. معاكم رو من تيم HD فيلم، ويلا بينا. وبيبدأ مسلسلنا في المستشفى مع تينا وأهلها، وهنا أهلها بيعرفوا إن بنتهم عندها سرطان في المعدة في المرحلة الأخيرة وخلاص بتودع، فأمها بتتصدم وبتفضل تعيط على بنتها اللي لسه صغيرة، وأبو تينا بيحاول يهديها وبيقول لها إن ده قضاء ربنا، لكن أمها بتزعق له وبتقول له إنه مش هيحس بوجعها علشان بعد ما اتطلقوا هو اتجوز وخلف، إنما هي لأ، ودلوقتي ما عندهاش غير بنتها، فمش بيعرف يرد يقول لها إيه، وبيكونوا عاوزين يخبوا الحقيقة عن تينا علشان حالتها النفسية، بس تينا بتكون واقفة بره على باب المكتب وسامعة كل حاجة، وبتتصدم من اللي بتسمعه عن نفسها وبيغمى عليها، ولما بتفوق بتلاقي أمها وأبوها معاها، وبتفضل أمها تواسيها وبتقول لها إن الطب اتقدم وأكيد هيلاقوا علاج، وأبوها بيأكد كلام أمها وبيقترح عليهم إن تينا تروح تعيش معاه وهو هيهتم بيها، بس الأم بترفض وبتقول له إنها مش هتسمح لبنتها تقعد معاه ومع مراته الحرباية، فبتقول لهم تينا يبطلوا خناق وبتقرر تقعد مع أمها، وبتقول لهم إن دلوقتي أمنية حياتها تكمل تعليمها في آخر سنة ليها في الثانوي علشان تودع أصحابها، فبيوافقوا ينفذوا طلبها. وتاني يوم بتروح تينا المدرسة، وهناك بتشوف يان، وده بيكون أوسم طالب في المدرسة، وبتلاقي في بنت بتحاول تتلزق فيه، بس هو بيقول لها لا يلا يا عسل من هنا بطلناها شغلانة، فالبنت بتتكسف وبتشوف تينا وهي بتبص عليهم، فبتفكرها حبيبته وبتعتذر من يان وبتمشي، وبتحس تينا بالإحراج من الموقف اللي حصل، فبتروح تعتذر من يان وبتقوله إن ما كانش قصدها تتصنت عليه، فبيقول لها عادي أنا كده كده البنات كلها تتجنن عليا، ما جاتش عليكي يعني، وبيسيبها وبيمشي، فبتحس تينا بالإحراج من الموقف اللي حطت نفسها فيه، وفجأة بتلاقي تليفون غريب بيرن في شنطتها، ولما بتشوفه بتلاقيه تليفون نوكيا صغير بيتكلم وبيقول لها إن دلوقتي القدر اداها فرصة عشان تتعالج من السرطان اللي عندها، وإن كل اللي لازم تعمله هو إنها تقلد يان في كل تصرفاته، يعني تشوف هو بيعمل إيه وتعمل زيه، فما بتبقاش فاهمة إيه اللي بيحصل، لكن بتقرر تنفذ الكلام، أهو الغريق بيتعلق بأي قشاية، لكن بترجع تقول إيه الهبل ده، وبترمي التليفون وبتمشي عادي، لكن بتلاقي التليفون طلع في الشنطة تاني اللي هو غلاسة كده، فبرضه بترميه تاني وبتمشي، وبتفضل كل ما ترميه يرجع تاني، وهي بتجري في الجنينة زي المجنونة لحد ما بتزهق وبتقع على الأرض من التعب، وبتلاقيه آخر مرة، فبتضطر تستسلم وتعمل اللي التليفون بيقول لها عليه، وبتروح بعدها للسكن بتاعها وبتدخل أوضتها وبتسلم على أصحابها وبتقول لهم إنها عزمهم على الأكل، وبتاخدهم المطعم اللي يان بيكون متعود يروحه على أمل إنه يكون هناك، وفعلا بتلاقي يان هناك، فبتروح تقعد هي واصحابها على الترابيزه اللي جنبه، وبتفضل تينا تقلد يان في كل حاجه، الاكل اللي بيطلبه وطريقه اكله، وطبعا بيلاحظ ده يان هو واصحابه، وبيبقى متضايق من اللي بتعمله ومفكرها بتسخر منه، فبيتعمد انه يشرب مشروب علشان يشوفها هتعمل ايه، بس الغريب انها حتى في دي بتقلده وبتسكر، فبيتعصب يان وبيمشي، ومن بجاحتها بتروح وراه على البيت، وبتدخل البيت وبتطلع اوضته وبتنام على سريره، ما هي سكرانه بقى، فبيضطر يفضل معاها علشان ما تفضلش لوحدها في حالتها دي. وتاني يوم الصبح بتصحى تينا وبتكون مش عارفة ايه اللي جابها هنا، ولما بتشوف يان بتقوله يا واطي يا دون بقى، انت استغليت اني شربت وجبتني هنا تستغلني يا اوقح وقح في الصين كلها، بس بيجي صاحب يان ينقذ الموقف وبيوريها فيديو ليها وهي بتحاول ترخم على يان وهي اللي جات لهنا اصلا، فبتتصدم وبتعتذر ليان وبتقول ما جراش حاجة، ما احنا زي الاخوات وكده، فبيقول لها لا يا حلوة الكلام ده مفيش منه، انا دلوقتي اصرف اعتذارك ده منين، خدي رقم الانستا وحولي لي عليه مبلغ حلو كاعتذار كده، وبياخد منها رقمها قبل ما تمشي، وبتروح تينا على المدرسة وبيفضل يان مستني تبعت له اي رسالة على الواتساب علشان تبدأ معاه كلام، بس بيلاقيها ولا معبرة، فبيتضايق وبيخرج، وبتبقى تينا في الوقت ده في الفصل، وبتلاقي إن يان نشر ستوري على الواتساب وهو في الجنينة ومعاه قطة، فبتستأذن المدرسة بتاعتها علشان هتعمل حاجة مهمة،
وبتروح الجنينة وبتلاقي القطة اللي يان تصور معاها، فبتاخدها هي كمان وبتتصور معاها وبتنزلها على الواتساب، والكل لما بيشوف الستوري بيخمنوا إن في علاقة حب عنيفة بينهم، لدرجة بيتصوروا نفس الصور بنفس الشكل. وبترجع تينا الفصل وبتلاقي في بنت اسمها لونا، ودي بتكون من البنات اللي مفكرين نفسهم محور الكون وما ينفعش حد يكون منافس ليهم وكده. وبتكون لينا دي مجمعة بنات الفصل كله وعاملين هجوم مضاد على تينا علشان بتقرب من يان، وبيقولوا لها إن يان بيكون شرك البنات المدرسة وما ينفعش بنت تاخده لوحدها، وبكلامهم ده حسسوني إن يان عبارة عن كيس شيبسي. فبتقول لهم بنتنا الجامدة إن يان بتاعهم ده مش فارق معاها وهو مش شاغل بالها لدرجة إنها تعمل هجوم على حد زي اللي هم عاملينه كده. فلونا هي اللي عاملة نفسها زعيمة البنات دي بتتضايق من كلام تينا وبتخلي البنات يكتفوها، وبتكون معاها آلة حادة وعاوزة تجرحها بيها، ولكن لحسن الحظ بيتدخل يان في اللحظة دي وبينقذ تينا وبيطمن إنها بخير، وبيحذر لونا دي إنها تقرب منها تاني أو أي بنت في المدرسة تفكر بس إنها تضايق تينا، هو هيتعامل معاها بطريقته. وبيخلي البنات يعتذروا منها، طبعا ده بيخلي البنات تولع نار في نفسها من الغيظ. وبيكون يان عاوز ياخد تينا ويمشي من الفصل، بس بتقوله إنها هتروح مع أصحابها، فبيمشي وبيسيبها وهو هيطق منها. وبتلاقي تينا رسالة من نظام اللعبة بتقول لها إنها بتنجح في المهمة وبتتقدم فيها، فبتفرح وبتقرر تينا تشترك في اتحاد الطلبة اللي يان مشترك فيها. فبتروح الأوضة بتاعته وبتعمل سيرش اللي يان بيعملها في اتحاد الطلبة، وبتعرف إنه مشترك في فرقة العلاقات العامة في الاتحاد اللي هم بينظموا علاقات الطلاب ببعض، وكمان لو اتنين بيحبوا بعض بيقربوهم من بعض. فبتشترك تينا في الجروب ده وبتروح المكتبة وبتتكلم مع واحد من الطلبة اللي بيكونوا دايما واخدين جنب لوحدهم، وبتحاول تفهم المشكلة اللي عنده وبتقدر إنها تلاقي له حل. وبعد كده بتكون تينا مروحة، بتلاقي يان مستنيها بالعربية علشان تروح معاه ويوصلها، وقبل ما توافق وتركب معاه بتلاقي عربية أبوها جت واخواتها نزلوا من العربية وبيحذروا يان إنه يقرب منها. وبتيجي أمها هي كمان وبيكون في تجمع عائلي في نص الشارع علشان يقرروا منها ياخد تينا معاه وهو مروح، فبتختار تينا تروح مع أمها، وبتاخدها أمها المستشفى وبتعمل تحاليل ليها علشان تطمن عليها. وهناك الدكتورة بتقول لها إن مفيش فايدة وحالتها زي ما هي، فأمها بتزعل وبتكون تينا واقفة على الباب وسامعة الكلام وبتتضايق، بس بتتمالك نفسها وبتدخل علشان تاخد أمها وبتمشي. وهنا الدكتورة بتحاول تطمن تينا بإنها بدأت تتحسن، والفحوصات اللي عملوها دي علشان عندها برد في المعدة مش أكتر ولازم تاخد علاج. ويادوب بيمشوا من هنا وبيدخل يان للدكتورة من هنا بس عشان يسلم عليها لأنها بتكون أخته، وبيفضل يرخم عليها وبعدها بيمشي. وفي نفس اليوم بالليل بتكون تينا معزومة عند أبوها، ولما بتقعد على الأكل أخوها الصغير بيحاول يستخف دمه وبيقول لها يعني انت كده خلاص هتموتي؟ فبتقول له تينا وكويس اني هموت علشان ما اشوفش عيل رخم زيك. فمرات ابوها الحربايه بتمسك في الكلمه اللي قالتها وبتنكد عليها، فبتتضايق تينا وبتقوم تمشي. وبالصدفه وهي في الطريق بتقابل يان وبيسالها هي بتعمل ايه في الوقت ده، فبتقول له انها كانت معزومه عند ابوها بس مراته نكدت عليها. وفجأة أبو قلب حنين بيحضنها يواسيها علشان ما تزعلش، وبيلاقي إن دماغها سخنة فبياخدها معاه البيت وبيفضل يهتم بيها وبيعمل لها أكل وبيأكلها وبيجيب لها علاج، فبتاخده وبتنام. ولما بتنام بيقلع يان الإسورة بتاعته وبيلبسها لها. وتاني يوم بيجي جده البيت وبيلاقي تينا جوه، فبيفرح عشان أخيرا حفيده المتوحد قرر يرتبط. وهنا يان مش بيكون عارف يتكلم ويقول إيه، فبيطلب من تينا تساعده وتخرجه من الورطة دي وتقول إنهم مرتبطين، فبتقول له ماشي وبتقرر تساعده وبتقول لجده إن هم مرتبطين، فبيفرح جده جدا. وبعد كده بتروح تينا البيت وبتحكي لأمها على اللي حصل في بيت أبوها، فبتاخدها أمها من إيديها وبتروح تتخانق مع أبوها وبتجيب حق بنتها. وتاني يوم بتروح تينا المدرسة وبتحضر المحاضرة بتاعة العلاقات، وبيكون الدكتور اللي بيشرح عاوز 2 من الطلاب يشرح عليهم، فبياخد تينا ويان ويشرح عليهم الدرس. وبعد المحاضرة دي تينا ويان بيروحوا سوا، وبتكلم تينا أصحابها فيديو كول وبيلاحظوا الأسورة اللي في إيدها وبيسألوها مين اداها، فبتقول لهم إن يان اداها زي عربون صداقة، فبيقولوا لها إنها مش مجرد هدية وبيفهموها إن دي إرث عائلي بتروح للشخص اللي بيحبه بس. فبتحس تينا بالإحراج قدامهم، وفجأة وهما بيتكلموا النور بيقطع، فبتخاف وبتفتكر وقت ما كان أبوها كان بيحبسها في أوضة ضلمة وهي صغيرة، بس بيجي يان في اللحظة دي وبيكون جنبها وبيطمنها، والنور بيجي وبتشكره
وبتديله الإسورة بتاعته وبتقوله إنها ما ينفعش تاخد حاجة إرث عائلي، فبيتعصب عليها وبيرمي الإسورة وبيقول لها خلاص ارميها في الزبالة وبيمشي. فبتزعل تينا من نفسها ومش بتكون عارفة تعمل إيه، وبيجي لها رسالة من نظام اللعبة وبتكون المهمة الجديدة إنها تقلد لبس يان. فتاني يوم بتبدأ تينا تصور يان، ولما بياخد باله بيسألها ليه بتعمل كده، فبتقوله إنها كانت بس عاوزة تعرف ستايل لبسه علشان عاوزة تجيب هدية لأخوها. فبيصدقها وبيديها اسم المكان اللي بيجيب منه الهدوم بتاعته، فبتاخد اسم المكان وبتشكره. وفي نفس اليوم بترجع تينا المدرسة وهي لابسة لبس نفس ستايل يان، والكل بيلاحظ التنسيق اللي بينهم وبيفضلوا يصوروا فيهم. وبتروح تينا تقعد مع يان وبتحاول تلطف وتعطف معاه. بعد كده في نفس اليوم بيكون عندهم احتفالية بالتقاليد الصينية القديمة، وكلهم بيلبسوا لبس تقليدي وبيمارسوا هوايات مختلفة. وبتقعد تينا ترسم في أصحابها وبيكون رسمها حلو بيعجب الكل. وبعد كده بيخرجوا كلهم وبيلعبوا سوا، ويان بيجيب دبدوب لتينا هدية فبتاخده وبتشكره. بعدها بيروحوا علشان يتغدوا سوا، وصاحب يان بيقوله إن الطريقة الوحيدة علشان يقرب من تينا هو إنه يعمل نفسه سكران علشان يخليها توصله البيت، وبعدها يقدر يقرب منها براحته. فيان بيسمع كلام صاحبه وبيفضل يشرب لحد ما بيسكر بجد، وبتمشي خطته زي ما كان عايزها. وبتاخده المغفلة تينا البيت، وهناك بيحاول يتقرب منها، بس تينا بتعرف إنه بيقرب منها قصد، فبتزعقله وبتمشي وبتسيبه. فبينام على نفسه من كتر الشرب. وبترجع تينا البيت وبتلاقي أمها مستنياها وبتطلب تتصور معاها، وبتخليها تختار صورة علشان تحطها خلفية التليفون. فبتختار واحدة وبتلاقي نظام اللعبة بيقول لها إنها قربت تنجح في المهمة، فبتفرح. وتاني يوم بيحكي لصاحبه اللي حصل وبيقول له إنه معرفش يعمل حاجة. فصاحبه البايظ بيقول له ولا يهمك، بكرة تلاقي فرص تانية. وبنروح بعد كده لتينا وبتلاقي رسالة من إدارة الاتحاد بتطلب تكتب جواب حب لأي شخص بتحبه علشان يشوفوا مدى قدرتهم على التعبير عن مشاعرهم. فتينا بتقعد تكتب في الجواب على الرغم إنها مش بتعرف تعبر عن مشاعرها. وتاني يوم وقت المحاضرة بتروح تينا تحط جواب على الستيج، وباقي أصحابها برضو كل واحدة بتحط الجواب بتاعها، وكلهم بيروحوا يقعدوا مكانهم. وبيجي يان وهو اللي بيكون مسؤول عن تحليل كتابة الجوابات دي، فبيختار جوابه بالصدفة بيطلع جواب تينا. ولما بيقرأه بيلاقيه مكتوب بطريقة وحشة كأن اللي كتبته عيلة في ابتدائية، فبيفضل يسخر منه. وبتكون تينا قاعدة متضايقة علشان بقت مسخرة لكل الموجودين، فبتقوم تمشي وهي متضايقة. ولما يان بيشوفها بيجري وراها علشان يلحقها وبيوقفها علشان يصالحها، وبيقول لها إنه ما كانش يعرف إن الجواب ده بتاعها، وبيفضل يعتذر منها. وعشان يصلح غلطه بيفضل سهران طول الليل علشان يكتب لها جواب حب. وبيروح تاني يوم المدرسة بيحضر الحصة بتاعته وبيكون مستني تخلص علشان يديها الجواب، بس الجواب بتاعه بيقع بالغلط وهو ماشي. وفي بنت تانية هي اللي بتاخده وبتفكره ليها وبتفضل تغني وحياة عينيك وفداها عينيا أنا بحبك قد عينيا. وفي الوقت ده بيكون يان راح لتينا الملعب عشان كانت بتدرب صاحبتها، وبيديها جزء من الجواب وبيفضل يدور على الجزء التاني ومش بيلاقيه. فبتقوله خلاص ولا يهمك، وبتديله حاجة مسكرة علشان ياكلها. وبتروح تينا البيت وبتلاقي البيت فيه دخان وريحة أكل شايط، وبتعرف من الخدامة إن أمها هي اللي عملت الأكل النهاردة وولعت في المطبخ. فتينا بتقول لها يعني هي الحكاية ناقصة مرض، وبتروح تشوف الأكل اللي أمها عملته، ولما بتيجي تاكل مش بتقدر وبترجعه. فبتقول لأمها خلاص يا ست الكل ما تدخليش المطبخ تاني، الكار ده مش كارك، وخلي الطباخ هو اللي يعمل الأكل. وبتروح على أوضتها وبنلاحظ إن أمها بتبقى زعلانة علشان كانت بعيدة عن بنتها طول السنين دي، وكان كل همها إنها تجمع فلوس علشان تخليها مش محتاجة حاجة. وفي أوضة تينا بتكون بنتنا المحروسة قاعدة تقرأ الجواب اللي يان كتبه وهي آخر سعادة، وكانت الفراشات بتطير عندها في الأوضة. وتاني يوم بتروح المدرسة وبتلاقي الكل عمال يبصلها بطريقة غريبة وكأنها عاملة. ولما بتروح لأصحابها الأوضة بتلاقيهم بيقولوا لها إن في واحدة من أصحابها في المدرسة نزلت جواب بخط يان وبتقول إنه كاتبه ليها. ودلوقتي الكل مفكر إن تينا بتجري ورا يان وهو مرتبط وسيرتها على كل لسان. فبتتضايق تينا لأن أكيد في حاجة غلط في الموضوع، وبتروح الفصل بتاع يان علشان تفهم إيه اللي حصل. فبتلاقي أخوها هناك وبيضرب في يان وبيطلب منه يبعد عنها. فبتدافع عن يان وبتطلب من أخوها يبعد عنها، وبتترجاه يسيبها تاخد قرارها بنفسها. وبتاخد يان بعدها وبتمشي وبتروح تعالج جروحه. فبيقول لها يان إنه ما يعرفش إزاي الرسالة دي وصلت للبنت، وبيقول لها إن الرسالة كان كاتبها ليها، وبيعترف أخيراً بحبه ليها.
وبيقول لها إنه حبها من ساعة معرفة وبيطلب منها يتجوزوا. وطبعا بتكون مترددة وبتقوله إن الموضوع هيكون صعب عليها لأنه قدامها سنة أو أقل ومش هتكون موجودة تاني أصلاً. فبيستغرب يان كلامها ومش بيفهم قصدها وبيطلب منها تشرح له تقصد إيه، فبتقوله مش مهم. فبيقول لها يبقى خلاص مش مهم أعرف، وبيعرفها إن سواء كان قدامها سنة أو أقل فهيفضل جنبها خلال الفترة دي. فبتتبسط تينا وبتحضنه، وبعد ما بتمشي بيتصل يان على شخص ما علشان يجيب له معلومات عن تينا ويفهم إيه اللي بيحصل بالظبط. وبترجع تينا السكن وبتلاقي أصحابها في انتظارها وبيوروها البوست اللي يان رفعه على الفيس وكاتب فيه إن الجواب اللي انتشر ده صحيح، لكن كان كاتبه لتينا مش على حد تاني، وبيعترف بحبه ليها. فأصحابها بيفرحوا لها وبيفضلوا يضحكوا معاها. وتاني يوم تينا بتكون في الملعب علشان تدريب صاحبتها وبيروح لها يان وبياخدها علشان تاكل وترتاح شوية. وبيجي ليان رسالة فبيروح يشوفها، وفي اللحظة دي الشمسية بتقع على دماغ تينا وبيغمى عليها. فبيجري يان ينقلها للمستشفى علشان يطمن عليها، وبعد ما بيطمن عليها بيحضنها جدا لأنه كان خايف عليها وبيبقى واضح قد إيه بيحبها. ولما بتخرج من المستشفى بتروح المدرسة وبتفكر إزاي تراقب يان أكتر علشان تقدر تعرف هو بيعمل إيه طول الوقت. وعلشان تينا غنية ومش بتكون عارفة توجه فلوسها فين، بتنزل إعلان على صفحة المدرسة وبتقول إن أي حد هيجيب لها أكبر عدد صور ليان هتديله فلوس كتير. وطبعا الكل ما بيصدق. وتاني يوم بتبدأ المدرسة كلها تصوير في يان في كل مكان وهو مش فاهم إيه اللي بيحصل أصلا. حتى لما بيدخل الفصل بيكون الكل موجه التليفون ناحيته ونازل تصوير فيه ولا كأنه شاروخان. ولما يان بيلاحظ إن الموضوع زاد عن حده بيسألهم ليه بيعملوا كده، فبيخلوه يدخل يشوف الجروب وبيفهم إن تينا اللي عملت كده وبيستغرب جدا. فبيتصل عليها وبيطلب يقابلها، ولما بيروح يقابلها بيسألها إيه فايدة الإعلان اللي نزلته، فبتقوله إنها كانت عاوزة تعرف عنه كل حاجة وحتى أقل تحرك ليه. فبيتجنن وبيقول لها طب وهو أنت سألتيني عن حاجة وخبيت عليكي؟ وبياخدها وبيروح يفسحها وبيتغدوا وبيتصوروا سيشن حلو سوا. وفي نهاية اليوم بيتفرجوا على فيلم رعب. وتاني يوم بيكون ميعاد عرض مشروع ليهم في قاعة الاتحاد، بس لما بيجوا يعرضوا المشروع مش بيلاقوه موجود، فبيستغربوا ازاي ده حصل. وبنرجع فلاش باك قبل العرض بساعة لما كانت تينا ويان بيحضروا فيديو جاهز على الكمبيوتر، ولما بيخرجوا علشان يعملوا حاجة بتروح لونا تحذف الفيديو من على الكمبيوتر وبتخلي شكلهم وحش قدام الكل. فيان مش بيكون عارف يعمل ايه وبيحاول يطلب فرصة تانية من دكتور الاتحاد، فبيقوله إن دلوقتي مفيش وقت يعملوا فيديو تاني ومش بيكون قدامهم حل غير إنهم يشوفوا الحل التاني، وهو إنهم يخلوا 2 من الجامعة يرتبطوا ببعض. وهنا بيقرر يان ينفذ الشرط التاني ده وبينزل على ركبته وبيتقدم لتينا قدام الكل، فبتوافق وهي فرحانة. وطبعا لونا بتكون مصدومة من اللي حصل لأنها بدل ما تفرق بينهم لا أجبرتهم يرتبطوا رسمي. وبتطلع قدام الكل وبتقول لهم إن تينا ويان مش لازم يكونوا مع بعض وإنها عملت كل حاجة علشان تفرقهم وعلشان تخليهم يسقطوا في الاختبار. فبيفتكر يان إن وقت ما كانوا في المكتبة وخرجوا لونا الوحيدة اللي فضلت هناك، فبتحس لونا إنها خلاص انكشفت وبتعترف قدام الكل إن هي اللي حذفت الفيديو لما كانوا في المكتبة. وفي اللحظة دي بتيجي إدارة الجامعة وبتاخد لونا علشان تحقق معاها وسط فرحة تينا ويان وهم بيقربوا من بعض والكل بيفرح ليهم. وطبعا الأخبار بتنزل على الفيس إن تينا ويان ارتبطوا، وجد يان بيشوف الأخبار فبيروح يوريها لأخت يان اللي بتبقى دكتورة تينا. ولما أخت يان بتشوف صورة تينا بتتعرف عليها وبتقول لجدها إنها مريضة عندها أصلاً وإنها تعبانة وعندها سرطان في المعدة. فجد يان بيزعل جدا لكنه بيسكت. وبعد كده بترجع تينا على الأوضة بتاعتها اللي في السكن وبتلاقي في احتفال من أصحابها على الضيق كده وبيباركولها بارتباطها بيان. وتاني يوم بتروح تينا على بيت يان علشان تتغدى معاه، وواضح إن أكله عجبها علشان كل شوية تروح البيت عنده عشان تاكل. ولما بتدخل أمها بتتصل بيها فبتقول لها تينا إنها عندي يان، فبتقول لها ماشي وبتطلب منها ما تتأخرش. فتينا بتقول لها إنها ترجع بالليل، ويان بيجيب لها أكل وبيقعد يأكلها وبيطلب منها تاكل أكل سخن ومفيد ليها وتبعد عن الأكل البايت. فبتفتكر تينا وقت ما كانت صغيرة ومعاملة مرات أبوها السيئة ليها، ووقت ما كانت بتحرمها الأكل وبتخليها تاكل الأكل البايت والحامض كمان، وده مع الوقت أثر على صحتها وخلاها تتعب وبيجيلها المرض ده. وبعض الأكل بيكون واضح إن تينا كانت الأخضر واليابس لحد ما ملت
بطنها، فبتنام على نفسها ويان بياخدها وبينيمها في الأوضة. وبعد شوية بتصحى مفزوعة وبتفتكر وعدها لأمها، فبتروح ليان وبتخليه يروحها البيت، وفعلا بيوصلها وبيطمن عليها وبيودعها وبيمشي. وبعد شوية تينا بتلاحظ إن التليفون اللي متحكم في نظام اللعبة مش معاها، فبتكلم يان وبتسأله عليه، فبيقول لها إنه معاه وبيتصور بيه وبيوريها الصورة، فبتطلب منه يخلي التليفون معاه وهي هتيجي تاخده. وفعلا بتروح تاخده بالليل وبتروح تاني البيت. وتاني يوم يان بيتصل بيها وبيعرفها إن عنده شغل وهيكلمها لما يخلص، بس تينا بتعرف من أصحابها إن يان في المكتبة ونص بنات المدرسة ملمومين حواليه، فبتتضايق وبتحلف تروح تطربقها على دماغه. وفعلا بتروح له المكتبة وبتمشي البنات اللي معاه وبتقول له هو ده الشغل يا أستاذ يان؟ فبيقول له وهو خايف منها إن البنات هي اللي اتلمت حواليه علشان ساعدهم في المشاريع بتاعتهم. فبتقول له ما أنا عارفة إن قلبك حنين، وبتحذره إنه يتكلم مع بنت تاني كده أو كده هتوديه ليبيا. فبيهز دماغه من الخوف. وفي نفس اليوم بالليل بتحلم تينا بكوابيس بسبب معاملة مرات أبوها الوحشة، ووقت ما كانوا بيحبسوها وهي صغيرة، فبتقوم من النوم مفزوعة ومش بتعرف تنام بعدها. وتاني يوم تينا بتتجمع مع أصحابها وبيكون النهاردة راس السنة، وبتدعي تينا إن السنة الجاية تكون مع يان. وبالليل أمها بتعمل لها مفاجأة وبتديها تذكرة ليها وليان علشان يحضروا احتفال راس السنة سوا. وبتبقى أمها بتحاول تساعدها في آخر أيامها على قد ما تقدر، لكن الواضح إن تينا نسيت إنها بتحتضر وفي آخر أيامها، وبقت تحب الحياة جدا من وقت ما يان دخل حياتها. المهم بتاخد تينا التذاكر وهي فرحانة وبتروح مع يان يحتفلوا سوا. وبعد ما الاحتفال بيخلص ابننا المحترم يان بيوصل تينا على البيت من غير ما يلفوا كده أو كده، وبيروح بعدها يقابل الشخص اللي طلب منه معلومات عن تينا. وهنا بيكتشف الصدمة، بيكتشف بمرض تينا وإصابتها بالسرطان، والصدمة الأكبر لما بيعرف إن فاضل لها فترة بسيطة وتموت. وهنا بيفهم ليه لما اعترف لها بحبه اترددت وقالت له إن قدامها أقل من سنة ومش هتبقى موجودة. وبينهار يان وما بيبقاش عارف يعمل إيه أو ينقذها إزاي، وبيروح فوراً لأخته الدكتورة المستشفى علشان يفهم حالتها أكتر. فبتستغرب أخته إزاي تينا ما حكتش ليه عن مرضها، لكنها بتقوله إنها أكيد كانت خايفة عليه لأنها تعرفها وإنها بنت كويسة جدا. وفي الوقت ده بتكون تينا في البيت وبتتصل بجدتها وبتسلم عليها وبتهنيها بالسنة الجديدة، وأبوها الرخم بيدخل في المكالمة وبيسلم عليها وبيسألها عن علاقتها بيان، وبيقول لها إن من الأفضل تنهي علاقتها بيه علشان حرام تعلق شاب زي الورد بيها وهي في الآخر هتموت. فبتنصدم تينا من كلامه وبتقفل المكالمة. وفي اللحظة دي بيجي يان وبيحضنها وبيعرفها إنه عرف كل حاجة عنها وعن المرض بتاعها، وبيوعدها إنه مش هيتخلى عنها وهيفضل جنبها. فبتفرح تينا وبتقوله إنها بتحبه جدا وإنها مبسوطة إنه عارف كل حاجة. وتاني يوم بياخدها علشان يعلمها السباحة لأن دي الرياضة المفضلة ليها لأي محاولة منه لأنه يحقق كل حاجة تمنتها قبل ما تموت. وبيقول لها إن السباحة دي آخر حاجة هي ما قلدتوش فيها، وده معناه إنها هتفوز باللعبة، بس للأسف مش بتعرف تتعلم وكانت هتغرق، لكن يان بيساعدها وبتبقى زعلانة لأنها فشلت في آخر مهمة ليها من اللعبة. وتاني يوم بتروح السكن وبتدي لأصحابها هدايا، وبتلاقي في رسالة جاية لها إن أخوها فونج الغير شقيق من أمها عايز ينهي حياته، فبتروح تنقذه. وصحابها بيخافوا عليها وبيتصلوا على يان علشان ينقذها. وبتوصل تينا عند أخوها وبتحاول تمنعه لكنه بيرفض، فبتتعصب عليه وبتقوله إنه مش بيعمل حاجة في حياته غير إنه يأذيها وبس، وبتفكره بطفولتهم ووقت ما كان دايما بيعمل أي مصيبة ويلبسها فيها. وفي اللحظة دي بيجي يان وبيضرب أخوها وبينقذهم، فبتقع تينا على الأرض فجأة وبيغمى عليها. فبياخدها يان على المستشفى والدكتور بيعرفهم إن مش فاضل لها كتير علشان بدأت ترجع دم. وفي اللحظة دي والأول مرة بنلاحظ إن أبوها متأثر وزعلان عليها، وبيطلب من أمها يشوفها لكنها بترفض تخليه يقرب منها. وبيكون يان واقف بره وقلقان عليها، بس الغريب إنه فجأة بيغمى عليه وبيدخل في نظام اللعبة، واللعبة بتعرفه على نفسها وبتقوله إن دلوقتي لو عاوز ينقذ تينا لازم يضحي بنفسه الأول. فبيوافق يان بدون تفكير، فبتنقله اللعبة للماضي وبيشوف تينا وهي صغيرة وبتكون مطرودة من بيت أبوها وبتقعد تعيط لأنها خايفة ووحيدة. فبيفهم يان إنه رجع للماضي علشان ينقذها، وبيقرر يهتم بأكلها وبنفسيتها علشان لما تكبر ما تصابش بسرطان المعدة. وفعلا ده اللي يان بيعمله، وبيفضل يهتم بيها وبأكلها وبصحتها، حتى بيخرجها علشان نفسيتها تبقى أفضل. ولما بيتكلم عن نظام اللعبة بيعرف إن كده تينا هتعيش في المستقبل لكنه هيفضل هنا، ولو قرر يرجع للمستقبل تينا هتموت. فبيطلب يان من النظام إنه يحافظ على حياة تينا مقابل نص حياته في الحياة التانية. فبيوافق النظام على الاتفاق وبترجعه المستقبل تاني مقابل جزء من حياته الجاية.
وبيرجع عيان المستقبل تاني وبيروح المستشفى لتينا وبيدخل يطمن عليها وبيلاقيها بقت كويسة وخفت، فبياخدها بالحضن وهو مش مصدق اللي حصل. وبعد كام يوم بتكون تينا بقت كويسة وبتخرج من المستشفى بعد ما الدكاترة بيأكدوا لها إنها تعافت تماماً من السرطان، فبتقرر إنها تودع عيلتها وبتمشي مع يان علشان تكمل حياتها معاه. وبيحتفظ يان بسر تضحيته بأغلى ما يملكه الإنسان، وإنه اختار يختفي علشان هي تفضل، وده أعظم أنواع الحب اللي بيتقدم بصمت. وكده خلص المسلسل. سلام.